وفجأة كده ومن غير أي مقدمات وأنت قاعد في أمان الله تلاقي الإنترنت الأرض اتفصل عنك. أنا محتاج الإنترنت دلوقتي ولازم أستخدم جيجات دلوقتي، ومش معايا فلوس إن أنا أشحن أو أجدد الإنترنت الأرضي. أعمل إيه عشان أحل المشكلة دي وأقدر إن أنا أستفاد من الجيجات اللي موجودة على الإنترنت المنزلي الخاص بيا؟ فعشان ما أطولش عليك وأبتدي أشرح لك كل حاجة بالتفصيل، أنا محمد ودي قناتكم مدرسة أشباح النت. ما تنساش بقى تخبط اللايك بتاعك للفيديو دوت، ولو حضرتك جديد معانا ما تنساش تعمل سبسكرايب في القناة وتفعل الجرس بول كل اشعارات عشان يوصلك كل جديد. ويلا بينا نبدا. اهلا بيك عزيزي الشبح. مبدئيا عزيزي دلوقتي المفروض عندنا حاجتين في شركه وي، انا بتكلم هنا عن الواي فاي. عندنا جزئين مهمين ما بيسيبوش بعض. اول حاجه فيهم اسمها الانترنت المنزلي، تاني حاجه اسمها الانترنت الارضي. ايه الفرق ما بينهم وازاي بننشئ حساب هنا وننشئ حساب هنا، وهل الحساب اللي هنا بيكون بنفس الرقم بتاع الحساب اللي هنا ولا لا؟ حاجات كتيره هنبتدي نسردها دلوقتي مع بعض، فاعرني كل انتباهك. مبدئيا عزيزي خلينا نتكلم عن الانترنت المنزلي. الانترنت المنزلي دوت موجود عندنا في كل بيت، اللي هو الراوتر الخاص بيك او زي ما احنا بنسميه كده حطها ما بين قوسين واي فاي. انما الانترنت الارض عندك اللي هو السلك اللي حضرتك واخده من البوكس اللي موجوده قدام البيت عندك، او ما يعرف باسم الخط الارضي. هتقول لي جميل، هقول لك جميل جدا الكلام ده. فكده دلوقتي المفروض عرفنا الفرق ما بين الانترنت المنزلي اللي هو الواي فاي اللي عندك وما بين الانترنت الارضي. يبقى كده خلاص عرفنا الفرق ما بينهم. طيب بما ان دلوقتي المفروض الانترنت المنزلي عندنا اللي هو الواي فاي بتاعنا موجود معايا 15 جيجا متبقيه من 140 جيجا، وحاليا بقى خلينا نروح على الحساب بتاع الانترنت الارضي الخاص بالخط الارضي لانه مفصول فعليا زي ما ظاهر قدامك كده بالظبط. المفروض هنا النظام بتاعي باقه وي ارضي 35 الربع السنويه اللي بتندفع كل 3 شهور، وتاريخ التجديد بتاعها موقوف. فحاليا بيفصلوا عليك كمان الانترنت المنزلي اللي هو الواي فاي الخاص بيك لحين تجديد باقه الخط الارضي الخاص بيك. عشان ابتدي اسحب الميجات او الجيجات اللي معايا على الواي فاي بدون ما ادفع المبلغ كامل، واللي المفروض بمطلب منك تدفعه 128 جنيه و82 قرش، ولا تدفع من خلال خدمه فوري بياخدوا 8 جنيه كمان، فبيصبح المبلغ 136 جنيه و82 قرش. فعشان احل المشكله دي واستخدم ال 15 جيجا اللي عندي لان انا محتاجهم ضروري دلوقتي، فانا هديك مهله 7 ايام كامله تقدر تستخدم فيها الواي فاي عندك او يرجع يشتغل تاني لحد فعلا لما تروح تدفع الفلوس وتشغل خدمه الخط الارضي. هقول لك حلو الكلام ده، هتقول لي حلو، هقول لك لا مش حلو، لان المفروض حضرتك بدل ما هتدفع المبلغ كامل هحتاج منك بس تدفع 10 جنيه. طيب الطريقه دي كلها بقى الكلام اللي محمد شرحه نظري ده كله بيتطبق ازاي؟ اقول لك اول حاجه عزيزي اضغط على كلمه المزيد لان انت موجود حاليا في الانترنت المنزلي. هنبتدي ننزل لتحت ونعمل تسجيل خروج خالص من ابلكيشن ماي وي. على فكره يا شباب احنا بنستخدم ابلكيشن ماي وي اخر اصدار موجود منه على متجر بلاي. بعد كده هنا المفروض بتكتب رقم الخدمه الخاص بيك عادي بالشكل دوت. بعد كده بيطلب منك هنا في الجنب نوع الخدمه. نوع الخدمه هنا عندنا حاجتين زي ما اتكلمنا، الانترنت المنزلي والخط الارضي. وحضرتك دلوقتي لو ما عندكش حساب على الخط الارضي هنا وانت عارف الانترنت المنزلي بس، فكل اللي عليك ان انت بتضغط على كلمه انشئ حساب بالشكل دوت. بتكتب رقم الخدمه بتاعك هنا اللي هو الرقم بتاعك. بعد كده بتحدد نوع الخدمه. انت المره اللي فاتت اخترت الانترنت اللي هو الواي فاي، هنا بتختار الخط الارضي. بعد كده بتعمل متابعه بالشكل دوت. بعد كده المفروض انا مسجل طبعا بالرقم بتاعي، بيطلب منك باسورد، بتكتب نفس الباسورد بتاع الواي فاي، ولو حابب تغيره. بعد كده بتكمل الخطوات الاربع خطوات المطلوبين منك. بعد كده بتبتدي ترجع. بعد كده بتختار نوع الخدمه اللي هي الخط الارضي بالشكل دوت. بتكتب الباسورد الخاص بحسابك هنا. بعد كده كل اللي عليك ان انت بتضغط على تسجيل الدخول، فدايركت كده يبتدي الابلكيشن يعمل لودنج معاك او تحميل عموما. بعد كده بيدخلك على الواجهه الرئيسيه الخاصه بماي وي، بس المره دي مش في الانترنت المنزلي اللي هو الواي فاي، بيدخلك على الخط الارضي بالشكل دوت. بعد كده المفروض هنا ان الخط بتاعك موقوف، فكل اللي عليك ان انت بتضغط على كلمه المزيد بالشكل دوت. بعد كده بتروح لحاجه اسمها خدمات الخط الارضي. بس خليني اقول لك على حاجه الاول، لازم الخط بتاعك هنا في الرصيد المتبقي بتاعه لازم حضرتك تكون معاك هنا 10 جنيه. لازم في الرصيد الخاص بالخط الارضي يكون معاك 10 جنيه، وال10 جنيه دي هتبتدي تشغلك لمده اسبوع، تقدر تسحب الجيجات اللي موجوده عندك لو انت محتاجها ضروري. هتروح على كلمه المزيد بالشكل دوت. بعد كده خدمات الخط الارضي. بعد كده تروح على خدمه استقبال المكالمات. بيقول لك هنا هل انت متاكد انك تريد الاشتراك في خدمه استقبال المكالمات فقط؟ رسوم خدمه استقبال المكالمات فقط 10 جنيه شهريا. هتقول له هنا
حسنا. طبعا الخط ده متجدد يا شباب. بعد ما تشترك فيه هتبتدي توصلك رساله زي دي: تم تحويل الخط الارضي رقم كذا لاستقبال بناء على طلبك. فحضرتك هترجع تاني تشغل الواي فاي عندك دايركت كده، هتلاقي الواي فاي راجع يشتغل معاك تمام من غير اي مشاكل. وطبعا خلينا ازيدك من الشعر بيت، لو عندك المفروض رصيد اللي هو 10 جنيه تانيين موجودين، في اخر الاسبوع هتبتدي تتخصم منك مره تانية ويفضل الواي فاي شغال معاك. فانت كده في الشهر يعتبر بتدفع 40 جنيه، ولو حضرتك ركزت شويه 40 في الثلاث شهور يعني 40 80 وكمان 40 يساوي معاك 120. ده دي في حاله لو انت مش عايز تجدد الثلاث شهور بالمبلغ اللي احنا اتكلمنا عنه في الاول. بعد مرور الاسبوع طبعا الواي فاي هيقف معاك والخط الارضي هيقف معاك مره ثانيه. فهنا هتبتدي توصلك رسائل: رصيدك الحالي على رقم كذا غير كافي للتجديد برجاء الشحن، لان هو عايز يديك اسبوع مهله كمان. وبعد ما حضرتك تعدي الاسبوع هتبتدي توصلك رساله ثانيه: يرجى تجديد باقه خطك الارضي رقم كذا بمبلغ كذا غير شامل الضريبه والدمغه والخدمات تجنبا لرفع خدمه الانترنت والخط الارضي. وبالطريقه دي تكون حضرتك استفدت من حاجتين: اول حاجه ان الخط الارض عندك راجع يشتغل تاني، والحاجه التانيه ان انت تقدر تسحب الجيجات اللي موجوده عندك لو انت محتاجها ضروري. بس في الاول وفي الاخر ده مش هيغني عنك ان انت لازم تجدد الخط الارضي كل 3 شهور. في حاجه بسيطه حابب انبه عليها يا عزيزي: لو عندك جيجات هنا اللي هو مثلا جيجا او 2 جيجا وحضرتك مش محتاجهم فعليا، فما تجربش الطريقه دي. الطريقه دي للناس اللي هي مثلا عندها 15 جيجا 20 30 ومحتاج الانترنت والواي فاي فصل عليه وهو محتاج الانترنت. فيعمل الطريقه دي وانا اضمن لك لمده 7 ايام كامله هتبتدي تسحب وتشتغل عندك من غير اي مشاكل. فما تنساش بقى تشاركني برايك في الكومنتات وقول لي هل فعلا الطريقه دي نجحت معاك ولا لا، لان انا فعلا مجربها بنفسي ومجربها مع ناس كتيره موجودين في قناه التليجرام الخاصه بينا. فلو وصلت لحد هنا عزيزي الشبح ما كنتش عملت لايك في الاول، فاخبط اللايك المتين بتاعك دلوقتي. ومستني ايه؟ لو مشتركتش في القناه اشترك فيها عشان تتوصل باحدث الفيديوهات اللي احنا بننزلها. اشوفك الفيديو الجاي يا قمر. سلام.